حقك محدش يقدر يتكلم معاكي، محدش يقدر يقولك يعني نص كلمة. بس بجد في عز زعلك ده خدي وقتك في الزعل جدا، بس ما تزعليش عليهم، والله العظيم اوعي تزعلي عليهم، لان دول ما يستاهلوش اصلا انت تزعلي عليهم. اذا كان هو او هي الاتنين خاينين، الاتنين مش كويسين، احمدي ربنا ان انت كشفتيهم بدري. كان ممكن خطيبك ده يبقى جوزك، فهتعملي ايه لما تعرفي ان جوزك كان بيخونك مع صاحبتك؟ الحمد لله ربنا بعدهم عنك في الوقت المناسب، قبل ما يبقى جوزك ويبقى بينكوا بيت وولاد وعشرة وحاجات كتير قوي. بجد احمدي ربنا، خدي وقتك في الزعل، وربنا يعني يعوضك بجد عن واحد احسن منه، وعن صاحبة تبقى صاحبتك بجد. وانا اسفة جدا في اللي انا هقوله ده، بس مهما كانت صاحبتي متربية معايا قريبة مني جدا، محدش بيحب يشوف حد احسن منه. كفايه تقربوا صحابكم من جوازاتكم. مش معنى ان انا صاحبتي وبموت فيها ومتربيه معايا تبقى عندي في البيت مثلا، انا عارفه ان ده خطيبها مش جوزها بس بتكلم عموما، مش معنى ان هي صاحبتي جدا وبثق فيها وبحبها ان هي تبقى عندي في البيت طول الوقت. جوزي شايفه طول الوقت بيتعاملوا مع بعض بيهزروا مع بعض، لا ده مش صح، ده غلط. لازم تبقي حاطه حدود بين جوزك وبين صاحبتك، بين خطيبك وبين صاحبتك. مينفعش الحياه تبقى سداح مداح كده يبقى ده طبيعي بنتعامل مع بعض عادي، لا، في حاجه اسمها حدود، في حاجه اسمها خط احمر كده محدش يعديه. مهما كان درجه القرابه اللي بينك وبين صاحبتك، مهما كان صاحبتك دي قريبه منك قد ايه، محدش بيحب يشوف حد احسن منه. هيجي عليها وقت ممكن تغل منك، ممكن تحقد، ممكن تحسدك، تبقى عايزه ليها هو ليه معاها ومش معايا. ابعدوا صحابكم. والله الحمد لله ربنا يديمها نعم علينا كده يا رب. انا ما بحسش ان نور اختي على فكره، أنا يعني بتبقى مشاعر كده غريبه. انا بحس بجد ان انا فعلا مامتها، يعني مامتها واختها الكبيره وصاحبتها وكل حاجه. يعني احساسك صح جدا. بصي في اطفال كتير جدا ممكن تبقي بتقارني بين ابنك وبين ابن حد تاني، فتلاقي ان ابن الحد التاني ده في نفس عمر ابنك بس بيعمل كل الكلام ده، بقى بيزحف وبيطلع سنان وكل الكلام ده. ده مش معناه ان ابنك عنده مشكله. لازم تروحي للدكتور تأكدي، يكشف عليه ويشوف ان كل حاجة تمام، عشان عادي جدا بتبقى في الاطفال مش زي بعض. في طفل بيطلع سنان بعد عمر السنة، في طفل بيطلع سنان قبل عمر السنة، في طفل بيمشي بدري، في طفل بيمشي متأخر. ده مش معناه ان الطفل اللي بيمشي متأخر ده في حاجة غلط، لا. فمن غير قلق ومن غير توتر روحي للدكتور واطمني، وهتعرفي ان كل حاجة عادية، وان يعني ان شاء الله هيجي عليه الوقت اللي هيعمل فيه كل حاجة وهيمشي ويزحف ويطلع سنان وكل حاجة. بصراحة ما رجعتش لوزني قبل الوزن الطبيعي، يعني لسه انا وزني الطبيعي كان 60. بس يعني عشان برضه نبقى صراحة مع بعض، 60 دي انا وصلت لها كنت بعمل دايت قاسي، بعمل تمارين قبل الجواز على طول، فخسيت كده. بس انا اصلا عمري ما كان وزني 60، انا كان وزني ما بين ال 62 63 الكلام ده. دلوقتي انا وزني 68، فلسه انا للاسف لسه ما رجعتش، بس ادعيلي، يعني ادعيلي ان شاء الله ارجع قريب. بصي هقولك على حاجه، ده بابا يعني حقه عليه على جوزك ان هو يعمل له كل حاجه ويبقى معاه لما يحتاجه في اي وقت وفي اي لحظه. ده بابا اللي رباه، ومفيش اهم من الاب والام. وانتي ممكن بطريقه لذيذه جدا جدا من غير اي قفش تتكلمي مع جوزك، تقولي له بصي يا حبيبي ايه رايك مثلا ننزل مثلا نخرج في حته وتبقى تروح مشوارك مع انكل، او العكس تروح مشوارك الاول بعد كده نخرج نعمل حاجه لذيذه من غير قفش من غير مشاكل خالص. عشان انتي برضو لما مامتك او باباكي يبقوا بيحتاجوكي على طول لازم تبقي معاهم، لازم تبقي واقفه جنبهم. لو حاسه ان مثلا انتي اصلا في مشاكل بقى بينك وبين حماكي مثلا، او بينك وبين العيله التانية، وحاسه ان هو بيتلكك او قاصد مثلا عشان جوزك ما يبقاش معاكي، يعني اتكلمي برضو معاه بطريقه لذيذه وبالراحه، وافهمي منه ايه الدنيا، ومفيش مشكله من غير حل يعني، بس حليها بطريقه كويسه اهم حاجه. اولا ده شرف كبير جدا جدا ليا والله العظيم، ان ممكن يبقى حد متضايق ويتفرج عليا فاديله طاقه ايجابيه. ده حاجه اكتر حاجه في الدنيا ممكن تفرحني بجد. انا الكومنت ده من اكتر الكومنتس اللي انا بسمعها الحمد لله، لما بشوف ناس في الشارع بنات تقول لي احنا بنتفرج على الستوري بتاعتك على طول وبنحس بطاقه ايجابيه وبنحس ان احنا مبسوطين وبنحس ان احنا عايزين نكمل الستوريز على طول. فوالله يا جماعه يعني بجد الحمد لله، مش لاقي حاجه تانية غير الحمد لله. ان الحمد لله ان احنا العلاقه ما بيننا وصلت ان احنا انتوا حاسين ان احنا صحاب او مش حاسين. انا بحس ان انا متاكده ان احنا صحاب بجد،
لما بشوف حد فيكم في الحقيقه ويقول لي الكلام ده بحسش ان ده فان وانا مثلا انفلونسر لا لا لا، احس ان انا عايزه اخدها بالحضن ولا شكرا وانا بحبك اكتر اصلا بكتير. ف بجد شكرا. تموتي وتعرفي تقولي ليه بس بعد الشر عليكي؟ انا هقولك طولي بكل اريحيه عادي جدا. انا طولي يا ستي 163. يعني عايزه اقولك ما تضيعيش احلى ايام حياتك مع بنتك او ابنك اللي انتي لسه والداهم بان انتي متضايقه ومش طايقاهم او مش طايقه نفسك او انتي في مود مش حلو. انا عارفه ان ده غصب عنك مش بمزاجك، عارفه انتي مش بتدلعي، بس قصدي ان الايام دي حلوه قوي. انا عايزاكي تفتكريها بطريقه لذيذه، ما تفتكريش ان كان عندك اكتئاب وكنتي مش طايقه نفسك. اتفرجي على حاجه لذيذه والله يا جماعه، والله الحاجات دي بتفرق. هاتي مسلسل لذيذ كوميدي حاجه بتضحك شغليه، اقعدي اتفرجي عليه، كلي حاجه بتحبيها، اقعدي مع البيبي بصي عليها او عليه مش عارفه بنت ولا ولد، العبي معاهم، احمدي ربنا 100 مره، اقري قران كتير عشان حتى لو انتي محسوده او في اي حاجه ربنا يبعدها عنك او ربنا يهديكي عموما. وان شاء الله والله ايامه هتعدي وهتعرفي ان انتي في احلى ايام حياتك. دايما عندك مشكله تقولي لواحده غيرك برافو على شغلها او شكلها حلو النهارده. طيب عايزه اقولك على حاجه، نصيحه من اخت لاختها، مش معنى ان انتي بتشكري في حد يبقى انتي وحشه، مش معنى انك بتقولي لواحده شغلك حلو يبقى انتي شغلك وحش، او هي شكلها حلو فانتي شكلك وحش. بالعكس خالص. انا بشوف ان من اكتر الستات الذكيه الواثقه من نفسها اللي تقول للناس اللي حواليها انتوا حلوين وشكلكم حلو وشغلكم حلو. هي واثقه من نفسها لدرجه ان هي اصل خلي بالك هي ملهاش علاقه. يعني انا عارفه ان في ناس كتير بتحس ان هي لو شكرت في حد يبقى هي كده بتقلل من نفسها بتقلل من ثقتها بنفسها، او اللي قدامها حلو ده فهي وحشه. بالعكس خالص. فدايما جاملي اللي قدامك، مش جاملي بكذب، يعني جاملي اللي قدامك قولي له كلام حلو، الكلمه الطيبه صدقه. الشخص اللي بيقول كلام حلو للناس ده شخص بيبقى محبوب ولسانه حلو. فطلعي اللي جواكي طالما جواكي حلو. ده ايه بقى الكومنتس الحلوه قوي دي؟ بجد بجد والله العظيم. طب انا بقى هستناكي لما تيجي تنوري القاهره عشان اشوفك بجد، عشان انا بصيت قوي الكومنت بتاعك وحسيت ان انتي فاهمه كده انا حاسه بايه ناحيتكم والله العظيم. يعني انا نفسي اجيلك اسيوط والله، بس لو ما جيتش عشان الطريق بعيد قوي انتي تعالي نورينا في القاهره.